السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض جاتوه اقتصادي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، كمان مكونات موجودة في كل بيت والنتيجة ما شاء الله اللهم بارك روعة. شايفين ارتفاع القطعة ما شاء الله تحفة، يشرفك قدام اي حد. طريقته سهلة وبسيطة ومكلفناش كتير. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. في بولة هننزل بثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كمان هنضيف عليهم نص معلقة من الفانيليا، وكمان هنضيف نص كوباية من السكر، وياريت يكون السكر ابيض كده وحبيباته ناعمة. وهنضرب كويس جدا لحد الخليط ما يتحول لخليط كريمي والسكر يدوب تماما. لازم تتأكدي ان السكر داب عشان ما يخرجش معاكي في السبونج. وده شكل الخليط بعد ما ضربته حوالي 5 دقايق. السكر داب تماما والبيض كمان لونه فتح وقوامه تضاعف. دلوقتي هننزل بمعلقة كبيرة من محسن الجل، ولازم يا بنات تتأكدي ان السكر داب تماما قبل ما تضيفي محسن الجل، لانك بعد ما هتضيفي المحسن القوام هيتقل جدا. وهتشوفي معايا دلوقتي. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك ياريت تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنضرب بعد ما ضفنا المحسن الجل حوالي كده 7 دقايق لحد ما تلاقي القوام تقل وبقى شبه الكريم شانتيه. وخلاص كده بعد القوام ما تقل، دلوقتي عندي كوبايه ونص من الدقيق، هضيف عليهم معلقه كبيره من كيك شيف. ولازم تستخدمي كيك شيف، ما ينفعش البيكنج باودر هيغمق معاكي الكيكه. الكيك شيف بيخلي الكيكه فاتحه او السبونج فاتح، وكمان بيخلي الارتفاع بتاعه جميل جدا. انصحك دايما تستعملي كيك شيف سواء في الكيكه او في التورت او في الجاتوهات، بيبقى تحفه. دلوقتي هنضيف الدقيق، طبعا نخلته مره وهنخله مره تاني كمان، لازم تنخليه عشان تدخلي فيه هواء. وهنشغل المضرب على اهدى سرعه. هنضرب كده لحد الدقيق ما يختفي، وبعد كده هنضيف معلقتين او معلقة، وهتضربي لحد الدقيق ما يختفي. وحاولي كده ترشرشي الدقيق، ما تنزلهوش في مكان واحد عشان ما يكتلش معاكي. وخلاص كده بعد ما خلصت كل كمية الدقيق اللي عندي، بالمعلقة كده هقلب من تحت لفوق عشان اتأكد ان كله اختلط ببعضه. وعندي صاج مقاس 30 في 40 بطنته بورق زبدة، هننزل بالخليط. طبعا مشغله الفرن وحاطه فيها في قاع الصينيه في الفرن من تحت، حاطه صينيه فيها ميه عشان بس السبونش ما يتلسعش من تحت. الطريقه دي جميله جدا سواء في الكيكه او في السبونشات، دايما بعملها بحط صينيه كيكه وفيها ميه سخنه عشان بس السبونش ما يتلسعش من تحت. خلاص كده ظبطت الصاج، هخبطه كده خبطتين وهدخله الفرن، هياخد معايا حوالي تلت ساعة وخرج بالجمال اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله اللهم بارك، هش وجميل جدا. هحط عليه سواء ورق زبدة، ما عندكيش ورق زبدة استخدمي ورق كراريس، اللي موجود عندك استخدميه، بس اهم حاجة يكون ورق نظيف ومتأكدة من نظافته. هحطه بالشكل ده وهبيته لتاني يوم، وتاني يوم هنرجع نزينه مع بعض. خلاص كده احنا هنا تاني يوم. عملت الكريمه، ضفت كوبايه من الكريمه عليها كوبايه ميه متلجه، وكمان هضيف معلقتين من السكر، ضربتهم كويس جدا لحد الخليط ما تحول لخليط كريمي. ودلوقتي هنشيل الورق، شايفين الطبقه الملزقه كلها خرجت في الورق. الورق ده خلاص كده هنرميه، ولو في اي حاجه تاني ممكن تقشريها بايدك. شايفه بايدك بتتقشر بكل سهوله، مش محتاجه مجهود ولا اي حاجه. وخلاص دلوقتي هنقلب الصاج او هنقلب الاسبونج. شايفين ما شاء الله التسويه من تحت رهيبه جميله جدا عشان حطينا ميه في الفرن من تحت، الصاج ما اتلسعش. هنقشر كده او هنشيل ورق الزبده بالراحه خالص لان الاسبونج رقيق جدا وحساس. وخلاص كده بعد ما شلت ورق الزبده، شايفين ما شاء الله رقيق جدا، عايزه اقول لك وهش تحفه. هنقيس الصاج بالظبط. انا الصاج اللي عندي كان 30 في 40، قسمته طبعا، قست الاول وقسمته بالنص. بعد ما قسمته بالنص هنحط اول طبقه. وعندي سيرب خفيف عبارة عن كوباية سكر كوباية مية، سبتهم غلوا كده حوالي 5 دقايق وبعد كده شلتهم تاني. يعني مجرد ما يغلوا كده 5 دقايق وتشيليهم، ما تخلوش يتقل، بيبقى زي مية بسكر. وعندي الكريمة حطيتها في الكيس الحلواني، بحب دايما اوزع الكريمة بكيس الحلواني عشان كلها تبقى طبقة متساوية. هنوزع الكريمة بالشكل ده. عايزه اقول لك استعمال الكريم شانتيه في الشتا بيبقى جميل جدا، متماسكه وبتبقى تحفه، الشغل بيها بيبقى تحفه. هنوزعها بالشكل ده. ودلوقتي هنسويها. لو حابه تضيفي فواكه في المرحله دي في الحشو، حابه تضيفي اي صوصات، حابه تضيفي شوكولاته، براحتك مفيش مشكله.
خلاص كده بعد ما سويتها دلوقتي هنضيف الطبقه التانية، ولو في حته حسيتي ان في حته اعلى من حته سويها بالكريمه او ظبطيها بالكريمه. شايفه ما شاء الله حطيت طبقه كريمه محترمه، طبقه حلوه كده لان ولادي عندي بيحبوا الكريمه جدا. وخلاص كده هنحط طبقه الاسبونج التاني. شايفه هش ما شاء الله مش مستحمل ان انا امسكه، جميل جدا. انصحك تجربي الطريقه دي، طريقه ناجحه 100% ان شاء الله معاكي لو مشيت على نفس المقادير. هنحط طبقه سيرب خفيفه. الاسبونج هش طبعا، بس احنا بنحط طبقه سيرب خفيفه عشان عايزين الجاتوه كده يدوب في البق وبيديه طعم جميل جدا. هنوزع الكريمه بنفس الطريقه. جميل جدا واقتصادي ومكلفناش كتير، من كوبايه كريمه و3 بيضات وكوبايه ونص دقيق. عايزه اقولك المقدار اللي انا عاملاه ده يعمل دستة جاتوه، بس انا معايا اولادي بيحبوا القطعه كده كبيره عشان تملى عينهم شويه، فانا عامله لهم حجم القطعه يعتبر قطعتين. لو حبيتي تقسميه بقى هتقسميه على 12 قطعه، انا قسمته على 6 قطع بس. هسوي طبقه الكريمه. ودلوقتي عندي صوص فراولة او جيلو فراولة، هنوزع بالشكل ده. هعمل نصه بصوص الفراولة وهخلي النص ابيض. هنوزع الصوص بالراحة كده بمعلقة عشان الكريمة متختلطش مع الصوص. عايزة اقولك جيلو الفراولة ده كان طعمه تحفة. كمان لو عندك مانجا، عندك لو عايزة تعملي بالشوكولاتة او النوتيلا بيبقى تحفة جميل جدا. ودلوقتي بالسكريبر بالشكل ده هنعمل كده زي اشكال او تعريجات فيه. شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا تحفة. كان المفروض بعد الخطوة دي ادخله الفريزر واسيبه حوالي كده 3 ساعات لحد الكريمة ما تتماسك، بس ولادي ما كانوش صابرين. كانوا واكلين محشي في اليوم ده وكانوا عايزين يحلوا بعد المحشي. عايزه اقولك ما كانوش صابرين خالص. بألف هنا وشفا ليهم. هنبدأ نقطع الجاتوه، قطعيه حسب المقدار ده. زي ما قلت لك هيعمل معاك 12 قطعة، بس انا عملت على 6 قطع بس على عددنا. شايفين عشان ما دخلتوش الفريزر الصوص الفراولة ساح كده وبهدل الجاتوه. دخلي الفريزر ساعتين قبل ما تقطعيه او 3 ساعات، في ناس بتسيبه من بالليل لتاني يوم عشان تعرف تقطعه. ودلوقتي هنعمل له كده روزيتات تزيين بسيط جدا، بس في الشكل في الاخر تحفة. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم، ويا ريت لو عجبكم لايك كتير للفيديو واشتراك في القناة عشان تشجعوني بس كده انزل لكم وصفات جديدة. شايفة كمان عملت عندي اللي هو ورقة الرنفسير ده، عملت بيه القلوب دي شكلها جميل جدا، ادت شكل جميل جدا للجاتوه. وكمان بالشوكولاتة شكله تحفة اللهم بارك. اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. شايفة ما شاء الله قطعة الجاتوه عالية جدا، كمان طبقة الكريمة تحفة. هتشوفوا معايا دلوقتي ارتفاع قطعة الجاتوه. مستحيل طبعا تشتريه من بره بالارتفاع ده، ما بيبقاش الارتفاع ده خالص. وكمان ما بيبقاش حجم القطعة دي، زي ما قلت لك القطعة دي بتتقسم على 2. شايفين ارتفاع القطعة ما شاء الله اللهم بارك، تحفة. ان شاء الله تجربيه وهيعجبك. من 3 بيضات وكوبايه كريمه وكوبايه ونص دقيق عملنا احلى جاتوه فرحت ولادي. ان شاء الله انت كمان تجربيه وتفرحي اولادك، وكل عام وانتم بخير. واشوفك في فيديو جديد، وباي.